لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجاء في برايا الصمد. لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجاء في برايا الصمد. مدى لنا الإسلام والكفر معا وبالنصيحة لكل سمحا. يقول بالظاهر والباطن من أطاعه لله في كل زمن. خدمته عن العيوب ثبت والاستقامة وصفوا وهبا. لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضلوا رؤوسا. قل قدماه فوق كل رغبا منه استعار الكل كل منقبا. محمد مثاله لم يأتي فيما مضى وابدا لا يأتي. ثبت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد. له السيادة له البراعة يوم ألذ ولد الشفاعة. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل. برأه البديع من غير جمال وصانه القدوس عن غير كمال. كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد. كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد. بارك للنافع في حياتي ولحياتي سلب الآيات. بارك للنافع في حياتي ولحياتي سلب الآيات. شرعت في تجديد دين الهادي لوجه الكريم يوم الأحد. وصلت كسلمى الأمداد. رجوت ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجا. رقى إلى فوق المراد كلي في رمضان مبصرا لكلي. مدى إلى كليتي رضاه من كان لي في كل ما قضاه. بآفتي إلى الجنان صافيا وأمري هذا وجورا ضافيا. أكرمني الأكرم والمكرم وندمت من ضرر العرم. ندمني البلاد يا سلطان وندم الحكام والشيطان. متى ليسر المصون من جعل خطية مثل يوم بدر فانجعل. سلب لي نور اللسان العربي لدى الجزائر النبي عربي. شكرت من جعل في حياتي بشر رسول الله في الآيات. شكرت من جعل في حياتي بشر رسول الله في الآيات. مد لي الحق المبين
بلا أذى أو همام
وقاد لي بالأفياد وكان لي بالكرم نباني رب السماء والذين من قسم وقاد لي ما قسم لي ما ذكرني إلي ما دربي ولا يزيد قربي بجاه خير الأنبياء أحمدنا المكرم لم يلهني لا يعطينا أو خطب ولا ضلال وقادني خير حالا مكرم بالأعظم مدح النبي المنتقى ساق لغير المنتقى قبل وقاد للتقى معرضا معظم خدمة خير العالمين ثبت لغير من يمين وبالآمين والآمين فزت بلا تعظم لم يلهني كفر ولا فسق ولا شرك ولا ما يدلب قولا والله أعلى خلامي صان جانبي الملقي لم تنحو ضري الوقود وليقود خير قود من صانني عن ظلامي يذكر العرش العظيم قطيع بالدر النظيم وانقاد لي سر عظيم للوح والقلم ناديت ربي يزيدني وقال لي خير فنون وصانني عن الآنين وجالبات الآلام بيعي تقبل الكريم بثمن ليس يريم وليقود ما أروم علما بلا تعلم كرامتي خط يدي في خدمة المؤيد وكان لي بالأفياد اللهم للكرم كرامتي خط يدي في خدمة المؤيد وكان لي بالأفياد اللهم للكرم الحمد لله مولي الحفظ والظفر من كان في حضار أو كان في سفر الحمد لله للحفظ والظفر
من كان في حضر أو كان في سفر ثم الصلاة بتسليم يقارنها على الذي مدعوه أعياد بالفكار محمد سيد الأتباع والرؤساء المصطفى المجتبى الصافي من الكدار ذاك الكريم الذي ما زال منتخبا من أفضل النسيم أنشاه ذو القدر نبي الكريم سالي للكريم سالي للملك رام الخيار للسادة العصور نبي الكريم سالي للكريم سالي للملك رام الخيار للسادة العصور حديث من سيرة في الماتا أحد منه بفاحشة تروى عن الأثار بل كلهم مني كحل سفا حكى ذو العلم والعرفان في السيار محمد المجلوع بالله من نسب لشيبة الحمد نجم لهاشم الوزار وهو ابن عبد مانا في ابن خزيه وانا ككل الكلاب بمرة الأخ الخبار وهو ابن كعب سالي للغيهم ذاك ابن غالب نجم للغير زمير وهو ابن مالك المعروف منتسبا لنبر نجلكنا نجل أخي الفجار وذاك نجل خزي مدبن مدركات سليل إلياس من ينمى إلى مباري وذاك نجل ميتا زبن مادهم سليل عدنان ذا المحفوظ في الخبار وهو الحبيب الذي من أجله خلقت خلائق اللائق الأملاك والبشر وكالسماوات والأرض خاطبات والبر والبحر مثل الريح والشجر وهكذا الجن أيضا مبادئها وكالجمادات مثل النبت والحجر
الغالي وهو الكريم الذي لولاه حمايته لجات النار أهل الكفر بالشرائر وهو الحليم الذي لولا تصبره لتاب من دون حرب بالكل ذي قطار وهو الشجاع الذي لولا شجاعته لما غدا اليوم أهل الخير في ضبار وهو المعين الذي لولا مونته لسار الهدى في القصور والقواعد وهو الذي سجاد سره له وشاكا له البعير شاكا في العقل ضرار وهو الذي جاءه ربه يكلمه وضاب كلمه تكليم معتبر وهو الذي سقط ضيق الخمان وجزعا له تصويت في حسن وهو الذي مجافه قلبي وارتفعت مياهه كثيفا الموج في الخبار وهو الذي لا نزال مادحاه حسا على ذكر ما قد هاز من سياري لا قطعت الذي قد هاز من شرف لأن ذلك لا كل متكي وكيف يمده خلق وخالق أجر امتداحا له في محكم السؤال فكيف يمده خلق وخالق أجر امتداحا له في محكم السؤال وهو سميع الذي أقي شفاعته من الممات ويوم الصفو والقدر يوم يفر من المولود والد فيه وعين من الأتباع في الحذر يوم يفر خالي للمخاطبين يوم تراني به النيران بالشرار وذلك يوم لا يغني قانون ولا مال سوى مليس لله المتجين وذلك اليوم لا ينجو سوى فلان قد كان ذا توبة لله منسجين يوم تكون خافا الأمر ظاهرة لكل ذي سفاه مع كل ذي نظر يوم به يكشف الرحمن عورة شرك وعورة فسق وذي قدر يوم به يسور الرحمن عورة توبيخ
بالوعورة صدق وزي سهاي يوم يسير جامع الخلق عاقباتا لذي الجلال فايد ذي الكل في الحضار يوم تقول جامع الرسل والكرامة نفسي سوى المصطفى المختار المدار عليه الصلاة الله يرتلوها ولا لوصفي ما دار سباي عليه الصلاة الله يرتلوها ولا لوصفي ما دار سباي إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار الصواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق بيعتلى سواه أمده بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاتي عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا بالله أؤمن ووجهي مسلم له وبالإحسان ذين أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد بي غدا أفوز بعد لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بل هداه يوم ألست فهدى سواه باها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به كن الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عصاه فله النيران جذبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلان كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكوني بشير بإذن ربي وكوني نذير جعلني الله خديم حضرته وجعل لي جل بحفظ حرمتي دعا إلى الله على بصيرة بشرعة نقية منيرة دعاؤه قد كان في آدابي حسنة الجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربي وفي الأفعال داما له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب داوى قلوب الأتقياء بالأدب وباع عنه الأشقياء بالعطب دام كتابه شفاء الأتقياء قرا كما دام شقاء الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خادم الحبيب هدى الذين آمنوا وعملوا بما به جاء الكريم الأمثل هدى الذي آمن ثم اتبعا ما المتبع قسمه وشرعا هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ولجا فيه بإذن الله فاز ونجا هباته وافرة لا تنتهي لأن ملك ربي لا ينتهي هباته منها هبات الأنبياء والمرسلين وهبات الأولياء هب لي يا ربي بجاهه العظيم كوني له هناه في قد الخدير
وجهت وجهي اليوم للإله وقائدي له ابن عبد الله وثقت بالله وبالرسول وكوني العبد انتهاء أصولي وجهت وجهي للإله بامتداح خير الورى وأرتجي به الصلاح وضوح كون المجتمع شيخ الورى أظهر من شمس الضحى صحو التراب وعامل العلوم والمعارف ما كل كل عالم وعارف وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى لي بكوني عبدك زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأصفياء زينته بها تزين الورى وعزهم من عزه تقررا زينة الله وباطني معا كوني خادما له متبعا زهدت في هجر الورى منصرفا قلبا وقالبا لمدح المصطفى زان الذي قد سنه ما شانا ما سنه إبليس منذ بانا زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة فساد زين به دنياي مع أخرايا وتكفني بجاهي الرخايا حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حزنا بكون المصطفى خير الرسول طريقة ناسخة كل السبل خذي بالإرسال والعبادة ففاز بالحسنى وبالزيادة حاز من الوهاب ما لم يرم بسبقه بعجب وكرم حباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام حبى الذين اتبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعه بالطلاح قل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاه عظيم طاب فؤادي وقررت عينا لما على المدح رزقت عونا طيب نفسي وأقر عيني كون رئيس الرؤساء عيني طيب نفسي كون ذي العرش البديع لي بجعل المصطفى لي شفيع طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن خير الخبير في الجلال طهره القدوس من عيوبه بشق صدره وطرد الخلود طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن طلبت أن أنجو من نفاق به وكوني حسن الأخلاق لما الذي من عمري قد بقيا في الشكر والخدمة إن شاء ربيا يوقني ذنبي عن الزيارة وأرتدي بمدحه البشارة يا ليتني مرغت تحت قدمي خطيئة أو لحظني بكرمي يوقني ذنبي حتى لم أره ولم أرى المدينة المنورة يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت يمين ربي مزار المتبع أفضل مني للبلاد ذهبا يا رب زور البيت والمدينة زيارة عن الرياء مصونة كسب يميني أبدا إحياؤما حسنه صلى عليه اللهم كفاني المدح وذبي عنه نافلة وقد رضيت عنه كتابه الذي عليه أنزلا هو دليلي على من أنزلا كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أدل كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون بكن كوني معصوما أبد من ضرر الدارين بالماء السند للمصطفى الكريم في كل سنة علي أمداه التراب مستحسنا له علي دين مدح وصلاة وبهما أرجو رضا معطي النجاة له علي مدح كل عام بيومنا هذا إلى حمامي لحبه لأنه أولى بها من نفسي التي بها عذابها له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكره ويذكر الكسر ونحوي يبذره
لي جد ما يفوق ظني وظنون من أحسنوا بي الظنون بالأمين محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه مديحه زادي إلى الجنان وجنتي عن جملة النيران من انتمى إلى جناب أحمد خير الورى نجا وفاز في الندى مرض قلب لا يميل للنبي صاحبه لرغب أو لهب من احتوى التقديم من مولاه فالحق أن يتبعه سواه من جد في رؤية من ساواه عيب مخجلا ولا يراه من السلام أطلب السلامة بالقائد المنجي والاستقامة نبذت جملة اللغى واللعب إلى امتداح المصطفى المنتخب نبأني القرآن في كون النجاة بأخذ ما أتى به خير الهدى نهى إلى أن كان عبدا ورسول من بعد ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يهول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضل قلبه وما غواه نفد في رضا الإله سعيه وقوله وحوله ونهيه نقي فؤادي به من التفات إلى سواك وبه زدني هبات صرفت للماء البداد والقلم وأرتجي به رضا الكاف النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمدحي الذي قد فضلا صفات أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات الله صفات مولود ونا الآباء عن مثله وونت النساء صفي باطن له وما ظهر فعبد المولى كما به أمر صراطه هو الصراط المستقيم صراط من له لدى الله النعيم صمد جدليا بجاه المصطفى حشري خلفه بدار الخلفاء عندي أن المصطفى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في الحال عنه عاش مطيعا ومطاعا ومضى وعندنا كأنه ما قد مضى عبد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عون لكل من به قد استعان وكل من به استجار لا يهان عم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام أن يأخذ الجلال والإكرام بالمصطفى وابعث له نظامي فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أممي فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاره والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة فاز الذي لذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف فكلب أهل الكهف شاهد لذا حين غدا عن غيرهم منتبذا فذكره بذكره قد قرنا فحوزنا السبق به تبينا فتفني عمري في رضاك يا جليل وفي رضا الماء وكل وكيل ضاع ثناء لم يكن مدح النبي إذ لم يكن لغيره ممن قبيل ظن بلبه الذي قد أفلقاه ولم يدم مدح النبي المنتقى ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح ضم التأدب إلى العبادة قلبا وخالبا فساد السادة ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة ضمت فضائل ذوي الفضائل بفضله ففاق كل فاضل ضم جوارحي لصالحات به وقلبي نقي من آفات قرت له مرتبة ليست ترى لغيره ممن مضى ومن يرى قدمه المولى على البرايا فقادهم بالحق للمزايا قربه حبيبه تقريبا لم يوله قط له لبيبا قربه المولى إلى أن انتهى بسرة التي إليها المنتهى قوته لم تكن قوة البشر إذا أطاق حمل ما أعيا الفكر
قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى محمد قلب جوارحي وقلب قلبي بجاهي إليك جذبا ربي هديت بالله تعالى ربا وبمحمد رسول الأرباب رضا الإله في ابتداء المصطفى لأنه مدعو بعد اصطفاء رأى رسول الله من خوارقه ما غاب عن سواه من خلائقه رأى عجيبا لو جلال جبل لصار دكا وهباء ينجلي رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لصار ميتا يقبر رقى وقلب الذين بعده لمن قضى رسوله وعبده ربي بجاهه العظيم أبرياء دنيا وأخرى ما يقيم بشريا سفير من يقيس بأحد من جملة السادات طول الأبد سها مشبه ابن عبد الله ببشر أو ملك والله سما إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قدره سموه منه سموه الأنبياء والمرسلين وسموه الأولياء سمع في إسرائيل المعظم القلب والأذن صريف القلم سوق المدائح إلى الكريم محمد زادي إلى النعيم سغني إلى الإيمان والإسلام بي وللإحسان ذي الإتمام ترتيب ما للبر من مناقب وعد ما له من العجائب تعب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم قبله ما بلغا تبعه في ليلة الإسراء المرسلون مع الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تأتي إليه الشفعاء ليشفعا فيهم غدا إذ الوطيس أفضعا تزيل مدعي إلى إمامي تسي عن الأهوال في القيام تبت إليك الآن فاغفر ذنبي بي وفي الدارين كل ربي ثبت باتفاق أهل الحق كون أبي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد رئيس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وغيره نصير أجل أمتي ثبوته في مالك الجلال عما لنسيه على توالي ثبته في ذلك المقام إذ كله بنية السلام ثبته عن رؤية الأنام رؤية ذي الجلال والإكرام ثبتني الله على محبته بجاهه مع دوام خدمته خير ذخيرة لذي تعبد مدعو النبي المصطفى محمد خير صلاة ربي عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته ترابا عليه يا ليته لحظني بفضله خبرت الإنشاء له در جزاء وأرتجي منه غدا خير جزاء خبرت كون الله ربي والنبي محمد وسيلتي ومطلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خير عناية وجميع حسدي عني بجاه المصطفى محمد ذكر الإله مع ذكر المصطفى بالمجد والصلاة حسبي وكفى ذكر النبي المصطفى بالمجد أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك من لا يؤتي لمن يساء من عبادي خير من ذلك لم أجل بالتحيل بل نلت بموت تخصيص العليم ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعما ذكي به عقلي وزد فهمي به واجعل نظامي فوز منعني به قال فوق الشمس كون طه في الخلق والخلق لا يباهى زوره يوم القضاء والأمم يفوق نار الليل فوق العالمين ظل لوائي مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفنون
صليان شراب أمين ظهري لله تجاوز الرسول أكون ذا توسل نعم الوصول ظهر لي أن نجاتي قدا يظهرها ربي بجاه أحمدا ظلمت نفسي ربي بالذنوب يغفرني وقامي عيوبي غيرت أنسامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيرت أنسامي عن التغزل بنعمة لمن خير المرسلين غلبني نفسي منذ أذني فضاعت الأمور في بدني غزي من الغرور والملاهي ومنقذي خير عباد الله غبت عن الملوك للمملكين وأنت بالخداع للمملكين غبت إلى الله بسنة النبي منتفزا عن اللغى واللعب غيب عزيمة الباب يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب شفاعة المطار في الدارين ربحي وجنتي عن النارين شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي شفاء ما بي من الأخيار محمد صلى عليه الباري شفاء قلبي وقلبي من مكان محمد صلى عليه ذو الجلال شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكور كل ساكر دار النظام وليجاب المتبع حسن الختام شكور كل ساكر دار النظام وليجاب المتبع حسن الختام شكور كل ساكر دار النظام وليجاب المتبع حسن الختام يا خير ضيف الآتى بالبيت والمكان هلا وسهلا وترحيبا بلا عداد يا خير ضيف الآتى بالبشر والمداد هلا وسهلا وترحيبا بلا عداد لا وصافد كل شيء وانر بما معه وموقف اللسان بالإحسان بالصفان وموقف كل عن المديح بها في الدار آخرة يا موذب المكان وزايد كل مما نفوز به من جود مون الكريم لنا بالزياد يا ما
فيك عدل بلا هواني ذات بدر فيك أيضا معطيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن الأحادي إليه قد تبت في شعبان والرجاب مجابدا فيك فهب لي بدرك دادي لشاب آزينا فالله فيك هنا للأرض حاليا يوم السبت والأحد واشتد بحبك فزاد يا أماني وكل حبيبي يا يوم الهول والكمال إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عنان إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عنان فرج بجاه المصطفى أمتي يا مولد العبد كذا بغمتي فرج بجاه المصطفى أمتي يا مولد العبد كذا بغمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهي وجاهي ما أمته يا واحدا لقمها تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صباحا لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبون كما يقرب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذى لمن يديمون الرجاء هم لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام معوت ضراتك القديم يا خير من يجود بالتقديم نبات صايا إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم والنور إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا حد قريب ومجيب سميا هب الذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول بإذنه يا مرحبا يلبسون مصليا مسلما على الرسول بإذنه يا مرحبا يلبسون مصليا مسلما على الرسول بإذنه يا مرحبا يلبسون مصليا مسلما على الرسول بإذنه